دكتور محمد عبد العزيز أستاذ الأراضي بمعهد بحوث الأراضي والمياه والبيئة ومدير الهيئة العامة لصندوق الموازنة الزراعية. أهلا بحضرتك يا فندم. اهلا بك يا فندم. احنا شايفين النهارده بعض منتجات الهيئة العامة لصندوق الموازنة الزراعية، فأنا عايزة حضرتك تكلمني عن كل المنتجات دي، كل واحد فيهم على حدة دوره إيه وبيستخدم لأي محصول. يعني ممكن حضرتك تبدأ كده معانا بأول حاجة يعني. طبعا بالنسبة لاستراتيجية وزارة الزراعة بتركز على إنتاج زيادة الإنتاجية من المحاصيل الزراعية عشان خاطر نعمل سد في الفجوة الغذائية وبنقلل الفاتورة الاستيرادية، بهدف طبعا تحقيق الأمن الغذائي. وعلشان خاطر يتحقق الهدف ده لازم يكون الاهتمام بمنظومة الأسمدة والتسميد. معالي وزير الزراعة بيولي الملف ده اهتمام كبير جدا وبيتابع بنفسه وصول الأسمدة المدعمة للمزارعين في الجمعيات الزراعية. دور تاني بتقوم بيه وزارة الزراعة طبعا اللي هو موضوع التسميد المتوازن. التسميد المتوازن يعني المزارع، طبعا حضراتكم عارفين ان المزارع بيهتم بالتسميد النيتروجيني الازوتي، وبيهمل التسميد الفوسفاتي او التسميد البوتاسي او التسميد بالعناصر الصغرى. طبعا دي بيعمل فقد في الإنتاجية بنسبة تصل إلى 30%. فلو تم قام المزارع بعملية تسميد متوازن هيؤدي ذلك لارتفاع الإنتاجية، وفي نفس الوقت هيقدر ياخد غذاء صحي آمن، وهيحصل ترشيد في الأسمدة الكيماوية. المحور الأولاني زي ما قلنا اللي شغال عليه وزارة الزراعة اللي هو توفير الأسمدة المدعمة اللي هي الأزوتية. المحور الثاني اللي هو توفير المغذيات النباتية والمخصبات الزراعية من خلال صندوق الموازنة الزراعية التابع لوزارة الزراعة. صندوق الموازنة الزراعية بيقدم حوالي 45 منتج من المنتجات اللي بتدعم المزارع بأسعار طبعا مدعمة جدا، أقل من مثيلتها في الأسواق اللي بتقدمها اللي هي شركات القطاع الخاص. لما نيجي نستعرض المنتجات ديت، طبعا في منها الأول اللي هي المخصبات الحيوية. لما نقول مخصبات حيوية يعني الحاجة الأساس بتاعها اللي هي أنواع من البكتيريا النافعة. البكتيريا دي مثلا بتعمل إيه؟ عندنا 4 أنواع من المخصبات الحيوية، دولت بيقوموا بتثبيت النيتروجين الجوي. يعني البكتيريا بتاخد النيتروجين اللي في الهواء وبتحوله لصورة يقدر النبات يستفيد منها. طيب دي بتفيد المزارع ازاي؟ بتأدي لما يستخدم المخصبات الحيوية دي ممكن يقلل استخدام الأسمدة النيتروجينية بنسبة من 20 ل 25%. لما نيجي نستعرض المخصبات دي، في عندنا السيريالين والنيتروبين. الاثنين دول بيقوموا بتثبيت نيتروجين الهواء الجوي، بيستخدم معه جميع انواع المحاصيل، سواء المحاصيل النجيليه او المحاصيل الزيتيه او المحاصيل اللي هي الالياف او المحاصيل السكريه. طب استخدامه ازاي؟ استخدامه بمنتهى البساطه، ده كيس عباره عن 400 جرام، ثمنه 35 جنيه. زي ما قلت لو انا عايز اشوف الجدوى الاقتصاديه ايه، انا لما بستخدم كيس 35 جنيه بيوفر لي 25% من التسميد النيتروجيني. يعني أنا لو بضيف لأحد المحاصيل 4 شكاير يوريا أو نترات ممكن أقلل شكارة. وطبعا حضراتكم عارفين في ظل ارتفاع أسعار الأسمدة ممكن الشكارة حاليا بيوصل ثمنها الكام. يبقى 35 جنيه أقدر أوفر من 20 ل 25% من التسميد النيتروجيني. طريقة الاستخدام طريقة بسيطة جدا. باخد الكيس ده بخلطه بالبذور في البداية قبل الزراعة وبزرع بيه، أو إذا كان عندي مثلا عامل شتل أو كده ممكن باخد الكيس بخلطه بالأتربة أو بالرمال وبعمل له سرسبة جنب الجور بتاعة الشتلات. بالنسبة للمركب الثالث اللي هو البيوجين، لو أنا عندي الأرض بتاعتي فيها نسبة أملاح فممكن برضو أستخدم حاجات تثبت النيتروجين زي البيوجين، وبيستخدم مع جميع أنواع المحاصيل. طيب بالنسبة لمحاصيل البقوليات اللي هي زي الفول البلدي وفول الصويا وزي السوداني والحمص وكده، دي بيستخدم ليها نوع خاص من المخصبات الحيوية اللي هي بتثبت النيتروجين، ده اسمه اللي هو الريزوبكتيرين. الريزوبكتيرين ده كل نوع من أنواع المحاصيل بيبقى له نوع ميكروب معين بيثبت النيتروجين. فبيجي لي المزارع يقول لي أنا زارع فول صويا عايز اللقاح بتاعه، فانا بقى محضره، عندي الميديات موجوده وعندي اللقاح موجود، بحضره وبديله الكميه اللي هي بتكفي ايه طبقا لمساحه المحصول اللي المزارع عنده، فدان 2 او اكتر. طبعا السعر برضه 35 جنيه. طيب ده بيوفر قد ايه؟
في التسميد النيتروجيني، بيوفر لحد من 60 ل 70% من التسميد النيتروجيني، فده رقم كبير جدا. دكتور قبل ما ننقل للمجموعة التانية أنا عايزة أعرف بس الأربع أنواع دول كلهم للمحاصيل كلها ولا في حاجات معينة بتختص بمحاصيل معينة؟ بالنسبة للنوع الأول السيريالين والنيتروبين، دول بيستخدموا المحاصيل كلها والمحاصيل اللي هي النباتات الطبية والعطرية. بالنسبة للبيوجين برضو بيستخدم للمحاصيل كلها بس للأراضي المتأثرة بالأملاح. الحاجات اللي هي المحاصيل اللي هي بيستخدم معاها الريزوبكترين، اللي هي زي الفول البلدي والفاصوليا واللوبيا وكلام زي كده، ده خاص بالمحاصيل البقوليه فقط. يعني انا عندي محاصيل بقوليه استخدم الريزوبكترين، عندي محاصيل اخرى ممكن استخدم سيريالين او نيتروبين، عندي نسبه ملوحه موجوده في الارض بستخدم البيوجين. تمام. طيب هل في أخطاء معينة ممكن يقع فيها المزارع أو الفلاح وهو بيستخدم أي نوع من الأنواع دي؟ زي ما قلنا ان ديت عباره عن بكتيريا حيه، يعني كائنات حيه دقيقه بتقوم بالدور ده، فبالتالي انا لما اجي استخدمها ما ينفعش ان انا استخدم معاها مبيد فطري، لان المبيدات طبعا ممكن تاثر على كفاءه البكتيريا او تؤدي الى مثلا تقلل الدور اللي بتقوم به جدا. فانا لازم استخدمها مثلا مع حاجات طبيعيه، ممكن نضيفها مع اسمده عضويه عادي، او ممكن استخدمها حيوي مع حيوي مفيش مشكله. انما انا علشان خاطر استخدم مبيد كيماوي مع حاجه حيوي، دي طبعا من المحاذير اللي انا ما استخدمهاش. تمام. في كميات معينة أوقات معينة يفضل إن المزارع يستخدم فيها بالنسبه للمخصبات الحيويه مثبتات النيتروجين بتستخدم في بدايه الزراعه، بحيث ان انا مثلا بخلطها بالبذره في حاله ان انا بزرع بالبذور، او لو انا زارع شتلات ممكن بخلطها بالاتربه او بخلطها بالرمل وبعملها سرسبه جنب الجور نفسها. فديت الطريقه ديت اللي هي في البدايه نفسها. وزي ما قلنا ان الحاجات دي بتوفر لي من نسبه من 20 ل 25%. نقطه تانية مهمه بنستخدم فيها المخصبات الحيويه اللي هي مقاومه الممرضات اللي موجوده في التربه، زي النيماتودا. النيماتودا ديت بتسبب لي فقد كبير جدا في الانتاجيه، فانا عندي منتجات في صندوق الموازنه الزراعيه بقدر استخدمها زي الميكرونيما. ده عباره عن ثلاث سلالات من البكتيريا مجمعة مع بعض في المنتج ده، بيستخدم للقضاء على النيماتودا وبيستخدم لمقاومة أعفان الجذور.